بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في قناة مطبخنا المصري. والنهاردة إن شاء الله هنعمل مخلل لفت. زي ما احنا شايفين أنا نقعتهم في المية لغاية ما نزلوا الطينة اللي بتبقى عليهم هنا كده، وغسلتهم ودلوقتي هقشرهم واعملهم معاكم. بصوا هنا في نوعين لللفت. ده نوع اللي هي ايه، كلها كده بالشكل ده، وده النوع التاني. فانا مش عارفه انه الاحسن، يعني ده ولا ده، اللي هي فيها ابيض من فوق ولا اللي كلها غامقه زي دي كده. بس فاللي يعرف الفرق بينهم يقول لي، ويقول لي ايه الفرق اللي فيهم، يعني انه احسن ده ولا ده. بس كده. ودلوقتي هنبدا نقشرهم معاكم. بنقشرها كده، ما بنشيلش الحته الملونه دي، انها دي بتديله لون حلو اما يتخلل في الميه. اهي بنشيل دي كده وبننضفهم. بس كده اهو. طبعا هنغسلهم تاني. بنشيل الحتة دي، اللي عايز يخليها براحته واللي عاوز يشيلها عادي. يعني في ناس بتخلي الحتة دي اهي كده، بس دي مفيهاش حاجة. بس كده هقشرهم كلهم ونرجع لكم ان شاء الله. ودلوقتي بعد ما غسلتهم وقشرتهم زي ما احنا شايفين كده، هنبدأ نقطعهم. طبعا كل واحد بيقطع زي ما يحب. عايزة تعملي صوابع او تعملي مكعبات براحتك. انا بقطعه كده عشوائي ايه، زي ما تيجي معاكي اهي. اهي ممكن نسيبها كده صوابع، وممكن نقطعها حتت صغيرة، كل واحد حسب ما يحب. اهي كلها كلها بيضة اهي. بنستبعدها كده وبنجيب واحدة غيرها. اهي الحلوة بتبقى سليمة زي ما احنا شايفين كده، ما بتبقاش ايه، اسفنجية من الداخل زي دي كده. اهي بصوا، دي من دي اهي، دي اللي هي الشيخة دي. بس فلما بنلاقي واحدة فيهم كده بنستبعدها، لانها بتبوظ لما بتتملح، ما بتنفعش. وده النوع التاني اللي قلنا عليه ان هي كلها غامقة كده اهي. هنفتحها ونشوفها اول واحدة اهي، يعني حلوة. بس زي ما قلنا اللي بنلاقيها من الداخل اسفنجية كده ما بنعملهاش. بس كده هكملهم تقطيع وارجع لكم ان شاء الله. وزي ما احنا شايفين بعد ما قطعناهم اهو،
ناشفين ما فيهمش اي ميه ولا اي حاجه. بنجيب بعد كده الملح. جربوه بالطريقه دي ان شاء الله هيعجبكم وتقولوا لي رايكم. كده ادي معلقتين ملح وبنقلب اهو، وادي كمان واحده اهو اهو. بس بنسيبه كده لبكره او لحد بالليل، هتلاقيه دبل ونزل الميه اللي فيه. بعد كده بنملحه بالميه اللي فيه بالملح زي ما هو كده، بس كده. ودلوقتي ده شكلهم تاني يوم. انا سبتهم لتاني يوم زي ما احنا شايفين. بصوا نزلوا ميه قد ايه اهو، والله ما حطيت لهم ريحه الميه خالص اهي. زي ما احنا شايفين الميه دي بتفضل فيهم. بس كده احنا حاطين 3 معالق ملح، بنضيف كمان معلقتين او حسب الكميه اللي انت هتعمليها. بنزود ملح حسب الكميه اللي احنا عاملينها، وبنحط على كل لتر ميه بنحط 3 معالق ملح او 4 حسب ما تحبي التمليح. ولو عايزه يستوي بسرعه بنقلل الملح، عايزاه يتاخر حبه بنكتر الملح. كده وبنحطه في برطمان وبنغطيه، وبعد 4 ايام بالكتير خالص بتاكلي منه زي الفل. جربوه ان شاء الله هيعجبكم وبالهنا والشفا. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.